لازم ان انت تكون العلف بتاعك مظبوط. يعني ايه؟ يعني في بعض الناس بتعمل خلطات على ايديها، ويجي بقى قبل العيد يقول لك ده انا عايز ارفع الطاقه واقلل البروتين، فاما يجي يرفع الطاقه بتاعته العليقه بتاعته ما تبقاش مظبوطه، يبقى هنا يا اما ان الطاقه هتبقى عاليه قوي وتعمل حموضه. وترجع للفيديو بتاع بتاع ساره عشان تعرف مخاطر الحموضه على حيوانات التسمين. طيب لو ما حصلش حموضه او الطاقه عاليه وهو بيضيف بيكربونات مثلا بكميه كبيره ومضادات للحموضه كمان، ولكن هنا بقى بتيجي المشكله ان الحيوان ما حصلوش حموضه ولكن التسمين نفسه بقى سيء. يعني ايه؟ يعني جوده اللحم هتبقى عندك سيئه، لان انت الطاقه ليها حدود والبروتين ليه حدود، وكل مرحله عمريه ليها احتياجات. فهنا مش هينفع عشوائي ان انت تعمل خلطه عشوائيه وتقول ده انا خلطه التشطيب بتاعتي الطاقه فيها عاليه عشان اقدر ان انا اشطب الحيوان كويس. هنا هترسب دهن كميه كبيره، وهنا هيبقى التسمين بتاعك مش جيد، وهنا طبعا الجوده بتاع اللحم هتقل، وبناء عليه السعر هيقل.